مساء الخير، ازيكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. في برضو سؤال جه: ما هو قلب العقل؟ قلب العقل ده مكان بيلتقي فيه الفكر بالنور. طبيعة العقل إن هو بينتج أفكار، إن هو بيحلل، ما بيوقفش مقارنات. لكن لما احنا بيهدى في عملية الشفاء، لما العقل ده بيهدى في عملية الشفاء، في العمق بتاعه في مركز صامت. المركز الصامت ده هو اللي بيتسمى قلب العقل ده. مع الشفاء العميق بيتم الوصول ليه. ده جزء ما بيفكرش، لكنه ما بيحتاجش التحليل، ما بيحتاجش المنطق، ما فبيتحول لرؤية، بيتحول من تفكير، من عملية ذهنية لعملية رؤية. فهنا بيتقال إن قلب العقل ده هو مرآة للروح، لأنه بيعكس النور الإلهي في صورة وعي صافي. طبعا ده بيتوصل له بعد عملية شفاء عميق جدا جدا جدا، وبعد شغل كبير، بحيث إن إحنا نهدي العقل لحد ما نوصل للنقطة دي. أتمنى تكون الإجابة واضحة. شكرا ليكم وإلى اللقاء.